بطولة جديدة للنادي الأهلي، ما كانتش على البال ولا على الخاطر، بس البطولة جوائزها ضخمة تصل إلى 2 مليون دولار. وميزة هذه البطولة إن هي عبارة عن مباراة واحدة بس، يعني النادي الأهلي يفوز بهذه المباراة ياخد 2 مليون دولار. خليكم معايا لنهاية الحلقة وأنا هقول لكم كل التفاصيل. كمان هقول لكم على الأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية. خلاص رسميا تم تحديد الفرق المصرية اللي هتلعب في البطولات الأفريقية، سواء في دوري ابطال افريقيا او في كاس الكونفدراليه. كمان هقول لكم على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام نادي فاركو، المباراه اللي هتتلعب النهارده يوم الجمعه بتاريخ 14/6 الساعه 7 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسونوش باللايك، اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك وعلى زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. يلا بينا نخش اول حاجه معانا على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. في حراسة المرمى عودة محمد الشناوي من جديد. اتنين في الدفاع محمد عبد المنعم ناحية الشمال، وناحية اليمين رامي ربيعة، وممكن نشوف ياسر إبراهيم. وينج يمين أنا حاطط كريم فؤاد، بصراحة أنا حاطط كريم فؤاد. وينج شمال عمر كمال عبد الواحد. تلاتة في خط الوسط كوكا ومروان عطية وصانع ألعاب إمام عاشور. تلاتة في الهجوم رضا سليم ناحية اليمين، بيرستو طبعا مصاب مع منتخب بلاده، كان بيلعب في تصفيات كأس العالم واتصاب. رضا سليم هيلعب ناحية اليمين، وحسين الشحات ناحية الشمال. وفي الهجوم كهربا وسام ابو علي ايضا اتصاب مع منتخب بلاده فلسطين في تصفيات كأس العالم ايضا. كده كهربا وسام وموديست هما الاثنين في الهجوم. بس طبعا يعني مش عايز الجدال خالص، كهربا طبعا هو اللي هيلعب، يعني انا مش عايز التأليف من مارسيل كولر ويفاجئني ويلاعب لي موديست بصراحة. يعني مش وقت خالص، مش وقت عناد بصراحة. يعني دلوقتي بيراميدز 56 نقطة والأهلي لسه 33، يعني الأهلي مطالب إنه يكسب جميع ماتشاته كلها. وفي الآخر ممكن نعدي باتنين بونت أو بونت واحد بس، فيعني مش مستاهلة إن إحنا يعني إيه بالمجموعة اللي معانا ننزل أحسن تشكيلة. أنا بصراحة شايف إن كهربا هو اللي يلعب بصراحة يعني. ماشي، انا يعني توقعت نتيجة المباراة. يعني انا بتوقع النادي الاهلي هيفوز 2-0. المباراة طبعا الساعة 7. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي يوصل لنقطة 36 بعد هذه المباراة، ويعني ويختار شوية من نادي بيراميدز. نروح بقى على الأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية. أول حاجة معانا طبعا هنخش على الفرق اللي هتشارك في دوري أبطال أفريقيا، وبعدها أنا هقول لكم على الفرق اللي هتخش في كأس الكونفدرالية. الفرق اللي هتشارك في دوري أبطال أفريقيا طبعا النادي الأهلي بدون نقاش، بما إن النادي الأهلي بطل النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي. النادي التاني اللي هيشارك مع النادي الاهلي هو نادي بيراميدز. نادي بيراميدز خلاص ضمن ان هو هيلعب مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بعد الفوز الاخير للنادي بيراميدز على نادي سموحه بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كده نادي بيراميدز وصل للنقطه 56. كده النادي الاهلي ونادي بيراميدز هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا. هقول لكم بقى على الفرقتين اللي هيلعبوا في كاس الكونفدراليه. نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي، دول كده الفرقتين اللي هيلعبوا في كأس الكونفدرالية. نخش بقى على البطولة الجديدة اللي النادي الأهلي هيلعبها، وهي بطولة الأفرو سوية، واللي بتجمع ما بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل دوري أبطال آسيا. بطل دوري أبطال أفريقيا هو النادي الأهلي المصري، وبطل دوري أبطال آسيا هو العين الإماراتي. البطولة عبارة عن مباراة واحدة بس في أرض محايدة، واللي هتتلعب في قطر، وهيتم تحديدها في الأيام اللي جاية إن شاء الله. جوائز هذه البطولة 2 مليون دولار للفائز بهذه البطولة. طبعا اللي هيخسر يعني هيلوبوا مثلا مليون دولار ولا حاجة. بطولة الأفروسوية اتلعبت قبل كده 12 نسخة، بدأت عام 1986 وانتهت عام 1998، والنادي الأهلي فاز بها من قبل على فريق ياباني. النادي الأهلي فاز على الفريق ده ذهابا وإيابا. النادي الأهلي فاز عليه ذهابا 3-1. أحرز الأهداف حسام حسن أحرز هدفين، والهدف الثالث للنادي الأهلي محمد سعد لاعب النادي الأهلي أحرز الهدف الثالث. ومباراة العودة النادي الأهلي فاز فيها 1-0 بأقدام طاهر أبو زيد. وبكده يكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. أتمنى من أي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تخش عليا باللايك. اللايك
اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.